يا صباح الخير صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وإنت عم تشوفوا فيديو اليوم مثل ما شايفين هون عم صور لكم روتيني برمضان من الصبح، يعني من الفجر، من السحور لأذان المغرب. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخير، فيه شغلات كتير حلوة ورح تفيدكن. وما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. هون عم حط زبدة. بتعرفوا انتو الزبدة شيء أساسي على السحور وكتير طيبة ولذيذة. بالأخص إذا هيك كانت مع مربى المشمش، أنا كتير بحبه بالأخص برمضان، بحس نكهته مميزة. مين مثلي؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولبنة وحواضر، بتعرفوني أنا من عشاق الحواضر، كتير بحب هذا الفطور أو العشاء سحور، يعني كافة الأوقات طيب ولذيذ وهيك يعني خفيف. يا عيني على الزيتون، يعني بتحسوا انتوا اساسا شكل مرطبان الزيتون او المكدوس، مين هيك مثلي؟ بس يطلع على مرطبان المكدوس او الزيتون وهو صايم بيشتهي كتير، بالاخص المكدوس وريحته غير شكل. كمان هون حطيت بندورة وخيار وجبنة ومرتديلا، يعني هيك شو يعني كان عندي بالبيت حط. وهون حطيت كمان زيتون مقطع كتير لذيذ مع الجبنة واللبنة. وهون اكتمل عنا السحور الحمد. وهي جليات السحور كمان مجليين، وهدول سألتوني عنهم، واحدة حاطة فيها كلور وواحدة حاطة فيها دواء جلي. كمان في ناس عم يسألوني شو حاطة بالعلب البيضاء، هيك حطيت فيها. وهلأ بدي أعمل للفطور بدي أعمل تتبيلة المندي، هي البهارات والخلطة الدجاج. أنا هي للمرة الأولى بعمل المندي بهي الطريقة. للأمانة يعني أنا بعملها بالعادة، بس لا، الطريقة التقليدية تبعنا. الطريقة التقليدية قصدي إنه بنسلق الدجاج لحال وبنطبخ الرز لحال وبعدين بدخنهم مع بعض، عرفتوا؟ هلا هون هي طريقة مختصرة ولذيذة، بدها وقت وبدها وقت بالفرن بس يعني، وتتبعوا التعليمات منيح. هلا هون بعد ما خلصت من تتبيلة الدجاج وهي، قلت لازم يعني بتعرفوا اجلي جليات دغري. وبتعرفوا انا بعمل حملة تعقيم وتنظيف بعد ما اخلص من الدجاج، يعني الواحد قد ما في بيحتاط من القصص خاصة بهالوقت، الامراض كتير كترانة. حتى اناني اللي في حاطة فيها دواء جلي وكلور غسلتها بمي سخنة، والخلاط كمان غسلته بمي سخنة. وهون الجليات جليتهم أول بأول. هلا هون أنا فايقة بكير، ويعني قبل ما كانوا فايقوا الأولاد تبلت الدجاج وعملت الشغلات اللي أنا بدي أعملهم. هون بس فاقوا قلت بدي أعمل لهم هيك فطور، يعني ما ذنبهم إذا نحنا صايمين إنهم يصوموا معنا، لا لازم ندللهم ونعمل لهم هيك فطور حلو مثلهم، ونهتم فيهم وبصحتهم لأنه هن ما لهم ذنب. هلا لابني الصغير عملت له بهاي الجورد كتير منيحة، حتى يعني ما بيشر منها ولا بيدلق منها العصير، طلع عصير بردقان. ولابني الكبير عملت له حليب. وهون عاملة الفتوش. أنا بعمل الفتوش اللبناني، شايفين ما شاء الله الألوان والخضار، يعني كتير كتير منظره بيفتح النفس. وبنجيب يعني أنا بحط للفتوش كل أنواع الخضار،
بقلة، زعتر، خيار، بندورة، ملفوف أحمر، ملفوف أبيض، خس غير شكل. هلأ كمان ما قلت لكم بدي أعمل المندي أنا بطريقة طريقة المطاعم أو الطريقة اليمنية البيتية. يعني هلأ هي باليمن بيحفروا حفرة بالتراب وبرميل وشغلات وقصص. بقى نحن حنعملها بالفرن اللي عنا بالبيت، يعني بيتوتية. بقى أنا ما عندي طنجرة بلا إيدين، شو بدي أعمل يا مجدولين؟ شو بدي أعمل؟ قلت يعني هيك فكرت، قلت بشيل البراغي تبع الطنجرة تبع شو بيأثر يعني. هلأ هون حطيت زيت نباتي وحطيت شوية زبدة وقليت البصلة. وهلأ الرز كمان بدي أغسله مشان جهزه للطبخة. بس دبلت معنا البصلة وصار عطت لون هيك ذهبي حلو. حطيت قرنفل، حطيت ورق غار وبهار المندي. هلأ هيك بحمص المطيبات معه وبرجع بضيف الرز. هلأ بحركه هيك كم حركة كمان لحتى يتنغنغ من الزيت ومن الزبدة. بتضيف الملح حسب الرغبة، بتضيف المي. بعد ما حطيت الرز والنصبة كمان حتى لفيت الطنجرة منيح بالسلوفان شي 3-4 طبقات لحتى تحمل الفروج. وثقبت السلوفان قبل ما احط الفروجة لحتى بس يستوي الفروج ينزل منه العصارة، تنزل منه الدهنة والبهار يجي بقلب الرز. بعدين سلفنته منيح بعد ما خلصته. وهلأ أنا بدخنه قبل ما فوته على الفرن. فوته على الفرن بتركه شي 2 ساعة لحتى يستوي على نار خفيفة. هلأ هون للدقوس حطيت بندورة، فلفلة، بصلة، تومة. كمان حطيت كزبرة يابسة، ملح، فلفل أسود، عصرة ليمون، ورشة زيت زيتون. هلأ بخلطهم على الخلاط كتير منيح بيكونوا جاهزين عنا. هلأ هون كمان اكتملت عنا السفرة. المندي وهي المقبلات كبة نباتية وورق عنب يالنجي والفتوش اللبناني والدقوس وبطاطا مقلية. الله يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. وما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد فضلا وليس أمرا. إن شاء الله بشوفكم بروتينات جديدة وفيديوهات جديدة. باي باي.